لكن عقولنا هي التي تقرر ماذا نرى. إذا كنت تثق بعقلك كثيرا، من الممكن أن تغير رأيك بعدما ترى هذه الصور. خدع بصرية ستجعل عقلك يذوب. الألوان المعكوسة. قم بالتركيز على علامة الإكس في منتصف الصورة لمدة 30 ثانية. بعد 30 ثانية ستتغير الصورة لألوانها الطبيعية. الصورة تغيرت إلى اللونين الأبيض والأسود، لكن الخدعة تجعلنا نراها بالألوان الطبيعية حتى نقوم بالرمش أو النظر بعيدا. الوجه المخفي. ماذا ترى في هذه الصورة؟ على الأرجح أنك ترى صورة منقطة وعادية، لكن قم بإحلال عينيك وانظر إليها مجددا. سترى صورة لملك البوب مايكل جاكسون. سبب هذه الخدعة هي أن النقاط التي تشكل الصورة ليست بنفس حجم بقية النقاط. نفس اللون. صدق أو لا تصدق، هذان المربعان لهما نفس اللون. إذا لم تكن تصدق، قم بوضع إصبعك بينهما وسترى الفرق. السبب وراء رؤية المربعين بلونين مختلفين هو الخط الأبيض بينهما، وهذا يجعل عقلك يراهما بلونين مختلفين. الدوران. انظر إلى منتصف هذه الصورة لمدة 30 ثانية، وبعدها قم بالنظر إلى هذه الصورة التالية من فيلم إنسبشن.
لن تحتاج لتذكرة لرؤية الفيلم، لأنك إذا نظرت إلى تلك الصورة عقلك يحمل تأثير الدوران ويقوم بتطبيقه على الصورة التالية. النقاط المتحركة. هذه النقاط تبدو وكأنها تتحرك على شكل مروحة، لكن إذا نظرت لأي نقطة لوحدها سترى أن كل نقطة تتحرك في اتجاهين فقط. الراقصة الصغيرة. على أي اتجاه تتحرك الراقصة؟ هذا سيعتمد على أي جزء تستخدمه من عقلك. لو أضفنا خطوطا أو بعض الظلال سنلاحظ أن كل صورة تتحرك في اتجاه معين. الدوائر المتحركة. قم بالتركيز على النقطة في منتصف الصورة، وقم بتحريك رأسك إلى الأمام وإلى الخلف. ستلاحظ أن الدائرتان تتحرك بشكل عكسي. مائل أم مستقيم؟ هل هذه الخطوط مائلة أم أنها تنزلق نحو الأسفل؟ بسبب أن عقولنا تحاول أن تملأ الفراغات ما بين المربعات البيضاء والسوداء نرى الخطوط مائلة، لكن الخطوط العرضية مستقيمة، وأيضا بسبب ذلك نرى المربعات وكأنها تتحرك بشكل بطيء. النقاط المفقودة. تبدو هذه الصورة وكأنها تنقصها نقطة، لكن قم بالتركيز على علامة الزائد في المنتصف. ستلاحظ نقطة خضراء تمحو جميع النقاط. الرسم المستحيل. إذا نظرنا إلى هذا الرسم من البداية لرأيناه ينتهي بعمودين، لكن إذا نظرنا إليه من النهاية سنرى أنه يحتوي على 3 أعمدة، والسبب هو عندما تصل صورة الرسم إلى العقل يقوم بتشبيهها بشكل معروف وسهل. اختلاف الحجم. أي دائرة برتقالية أكبر من الأخرى؟ الأغلب سيقول الدائرة التي على اليسار. صدق أو لا تصدق، الدائرتان لهما نفس الحجم، وهذه خدعة بصرية قديمة تعرف باسم إيبنغهاوس. النقاط الرمادية. النقاط الرمادية تظهر في هذه الصورة ما بين المربعات السوداء، لكنها تختفي عندما نركز النظر على واحدة منها. أعيننا ترى أشكال وألوان لا نستطيع رؤيتها إلا إذا لم نركز عليها. عندما نركز على النقاط الرمادية لا نراها، بسبب أن أعيننا تكون مشبعة باللون الأبيض أكثر من اللون الرمادي، ولا نستطيع رؤية اللون الرمادي إلا إذا أبعدنا النظر عنه. الخطوط العوجاء. إذا ركزت في منتصف الصورة من الممكن أن ترى الخطوط الحمراء معوجة أو غير مستقيمة، لكن إذا أمعنت النظر لرأيت الخطوط مستقيمة كليا، وتأخذ 10 ثانية لتصل الصورة الصحيحة إلى عقولنا. العجلات المتحركة. عندما ترى هذه الصورة ترى مجموعة من العجلات المتحركة. قم بالتركيز على واحدة من العجلات، سترى أنها تتوقف عن الحركة بينما تتحرك العجلات الأخرى، لكن في الحقيقة أنت تنظر إلى صورة ثابتة كليا. السبب وراء رؤيتها تتحرك هي أن هذه الصورة بألوان متدرجة وتقوم بالتلاعب بمركز الإحساس بالحركة في العين. الألوان المحيرة. في شهر فبراير من عام 2015 انفجر الإنترنت بما إذا كان هذا الفستان أبيض وذهبي أم أسود وأزرق. الفستان الأصلي هو باللون الأسود والأزرق، لكن الضوء في الخلفية انعكس على الفستان وجعل عقولنا تحتار ما إذا كان ذهبي وأبيض. من الممكن أن ترى بأحد